التقي ببعض الشخصيات غير الإناث من الشياطين. إذا تحصلت على هذه الحاجات يعني كنت أتصارع مع الكلاب وغيرها حتى إني أفترسها. هنتكلم عن ساحر كان بيتغذى على أكل الطيور الميتة والكلاب الميتة كمان، وسجد للشيطان ووصل لدرجة عالية جدا في السحر، وبقى بيعمل حاجات ما تخطرش على بال أي حد، وعايش في بيت سكنه الجن وكله رعب وعيلته كلها شغالة في السحر. وفي وقت من الأوقات قرر إن هو يتوب، بس يا ترى الجن عمل إيه في عيلته؟ الشخص ده اسمه داوود محمد فرحان، اتولد في اليمن وعيلته كلها شغالة في السحر وبيورثوه لبعض، والقرية اللي اتولد فيها كانت مشهورة بالسحر برضه، بس بالنسبة لهم بقى ما كانش اسمه سحر وكان اسمه علاج روحاني. وعلى فكرة اللي بنحكيه واللي لسه هنحكيه ده على فكرة قصة حقيقية وحصل فعلا، والكلام ده على لسان داوود فرحان نفسه. المهم داوود من صغره وهو ابوه عاوز يورثه السحر ويبقى زيه بالظبط، فبدأ ان هو يعمل عليه التعويذ والطلاسم عشان يبقى زي باقي العيلة. وداوود وهو صغير كان دايما بيجيله حالات تشنج وصرع، كان بيصحى بالليل على صوت صراخ عالي جدا، ووقتها الجن كان بيبقى قريب منه، وابوه كان بيبقى عارف ان كل اللي بيحصل ده بسبب الجن والشياطين، وامه ما كانش عاوزه انه يطلع زي ابوه وان ده يبقى شغله ويبقى شغال في السحر على فكره. وابوه مات وعنده 10 سنين او 12 سنه. لما كبر شويه بقى بيحب ان هو يروح الاماكن الصحراويه الفاضيه المعزوله بعيد وبيحب يقعد فيها، وهناك كان بيشوف بنات حلوه جدا، بس وقتها داوود كان عارف ان هم مش بنات حقيقيين وان هم جن. هذه هي طريقة لإغوائي وإدراجي في عمل المعصية والهذا من بداية المعصية. يعني شيخ انت كنت تشوف فتيات؟ نعم. لكن هم شياطين في الحقيقة. شياطين مكبسين. كنت تشوفهم برا البيت داخل البيت؟ وبالرغم من كده كان بيحب يشوفهم وكان بيحب يروح هناك دايما عشان يشوفهم تاني، ولحد دلوقتي مفيش اي حاجة كبيرة في الموضوع او اي حاجة تخوف، لحد ما جه في يوم من الايام وهو راجع من الاماكن اللي هو بيقعد فيها دي اللي هي منعزلة دي، حصل اللي انت تسمعوه بنفسكم ده دلوقتي. وفي بعض الليالي وأنا أجي في الليل من أحد الأماكن البعيدة من القرية، فحصلت في طريق على دابة. الدابة هذه كانت مربوطة في أحد الأشجار، فأردت أن أخذ عليه الدابة لكي أتوصل عليه إلى القرية حقي. الثالثة لفتت عليه وقالت أتحسبني دابة حتى تهربني بصوت امرأة. متخيلين الرعب ان انت تبقى راكب على حيوان وفجأة يتكلم؟ وهنا أدرك داوود إن هو دخل على مرحلة أكبر بكتير. المهم لما رجع على البيت وقتها كان شبه فاقد الوعي، فطبعا أمه نادت بسرعة على الجيران واللي كان في برضه منهم سحرة وبيفهموا في الكلام ده والشعوذة والدجل والكلام ده كله، طبعا زي ما قلنا القرية كلها مشهورة بالسحر، فطلبوا منها ان هي تربطه بسلاسل وتكتفه وتحطه جوه قفص وما يخرجش بره البيت ابدا في الفترة دي، لان الوقت اللي بيمر بيه والفترة اللي جاية صعبة جدا عشان ليها علاقة بلبس الجن وان الجن يوفر خدام للشخص عشان يستخدمهم في السحر والدجل. بس اوقات كتير داود كان بيستعطف امه وهو مربوط ان هو يخرج شوية، فطبعا كان بيصعب عليها ابنها، فكانت بتفكه وتسيبه يخرج شويه بالليل. وداود لاحظ مع الوقت ان هو بقى بياكل حاجات غريبه وحاجات ميته، لدرجه ان هو كان ممكن يتخانق مع الكلاب عشان حته لحمه مرميه على الارض، او يتخانق معاهم عشان ياكلهم ويموتهم، وما كانش عارف هو بياكل كده ليه، بس اللي كان متاكد منه ان الجن والشياطين هم اللي بيخلوه يعمل كده زي ما ابوه كان بيعمل. المهم داود كان شايف ان اللي بيمر بيه ده عباره عن كرامات وقوه، وان هو يوصل لدرجه كبيره جدا في السحر، وده بناء عن اللي ورثه عن ابوه وجده. وبعد فترة اتفك من السلاسل وبقى براحته وسافر لمحافظة تانية وقابل اكبر المشايخ اللي موجودة هناك وسأله شوية اسئلة كده، وعمل عليه طلاسم وتعاويذ، وقال لداود انه خلاص بقى عنده قدرة ان هو يبقى معالج روحاني قوي. وقال لداود ان في اسرار ما ينفعش الانسان العادي يعرفها، لان بيبقى قدرات خاصة هو مش هيستوعبها، لان انت تقدر تتحكم وتقرر وتنفذ اي حاجة انت عاوزها. الشيخ ده طلب منه ان هو يجيب شوية كتب ويلتزم بالتعليمات اللي هي موجودة فيهم، من ضمنهم مثلا كتاب شمس المعارف، وده كتاب ليه علاقة بالاعمال السفلية والسحر والكلام ده. وداود كان عنده خاتم وفيه حجر نادر جدا، والخاتم ده عليه خدام، وكان دايما بيبقى ماسك سبحة، وده عشان يوهم الناس ان هو راجل صالح وكويس. والخدام دول كانوا بينفذوا ليه اي طلب هو عاوزه، وكانوا بيساعدوه في علاج الناس، واي حد كان يجي داخل عليه الخدام دول كانوا بيجيبوا عنه معلومات واسرار عن حياته عشان يبقى عارف كل حاجة عنه. وبعد 5 سنين تقريبا داود بدأ يحس ان الخدام اللي معاه مش اقوياء كفاية، لحد ما جه في يوم من ايام الخلوة وهو بيحضر الجن والخدام ظهر له راجل لابس ابيض في ابيض، وهو شكله ابيض بس كان شكله يخوف. بس داود كان عارف ان ده واحد من اكبر خدام الجن، وان هو كان بيطلب في كل جلساته ان هو عاوز خدام اقوى ويجيبوا له معلومات اقوى من اللي التانيين بيجيبوها. الراجل الكبير ده سمع طلبات داود من هنا واختفى، وبعدها بدقايق جه خدام كتير من الجن وقالوا له ان احنا هنكون تحت امرك في اي حاجة انت هتطلبها، بس بشرط هتنفذ اي حاجة احنا كمان هنطلبها منك.
وطلبوا منه ان هو يروح لمكان الخلوة وياخد معاه مصحف ويقطعه نصين، استغفر الله العظيم يا رب، يعني من الكلام اللي هيتقال. وبعدها يلبسه في رجليه الاتنين ويمشي بيه على الارض، وبعدين يقطعوا لحتت كبيرة ويفرشوا على الارض ويمارس عليه الرذيلة، استغفر الله العظيم يعني، بس ده كلامه اللي قاله. سورة الكهف يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، ثم يعني يمشي عليه. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش فيه عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. والمرحلة دي صعبة جدا، ولازم يكمل في اللي هو بيعمله لمدة 40 يوم، وفي ال40 يوم دول ما يستخدمش أي مية طاهرة، ويفضل على جنابة، وما يقراش قرآن ولا يقعد مع ناس كويسة، وما يقرأش إلا بعض الآيات البسيطة عشان يبين للناس إن هو معالج روحاني وبيعالج بالقرآن، بس هو في الحقيقة غير كده طبعا زي ما احنا قلنا. ودخل داود في مرحلة تانية، وفي بداية كل جلسة بيقرأ قرآن، بس في الحقيقة إن هو مش بيقرأ قرآن، وبيقول آيات داخلة في بعضها عشان يوهم اللي قاعد ان هو بيقرا قران وبيعالج بالقران فعلا. وطبعا الناس مش بتبقى مركزه معاه لان هم بيبقى تعبانين، وللاسف اللي بيقولوا بيبقى عباره عن طلاسم بيحضر بيها الجن في الجلسه، ويطلب منهم ان هم يجيبوا معلومات كفايه عن العمل اللي معمول للراجل ده او الطلب اللي محتاجه، وبيعرفوا منكرين الشخص ده كل حاجه ويعرفوها لداود، ويصدم الناس طبعا بالمعلومات اللي هو عرفها دي. ومن الشروط اللي داود لازم يلتزم بيها ويمشي عليها ان هو دايما يبقى على جنابه، بس قدام الناس يظهر كانه شيخ، ولو ماشي في الشارع والاذان اذن يدخل يصلي وهو على جنابه من غير ما يتوضى. وداود بعد توبته كشف سر كبير جدا للسحرة والدجالين والمشعوذين، وهي ان اي حد بيطلب منهم ان هم يذبحوا اي حاجه ويجيبوا الدم بتاعها في الجلسه اللي بعدها. طب ليه بيعملوا كده؟ هو الهدف الاساسي من الكلام ده، ويقال يعني ان هو الشرك بالله، اللي هو انت بتذبح اصلا لمين غير الله. وفي يوم من الايام وهو في جلسة تعب جامد جدا، واستأذن من سكان البيت ان هو ينام شوية، فسمحوا له، بس لما نام حلم غريب جدا. الحلم انه قاعد في قريته القديمة وانه ميت، والناس شايفاه ميت وبيحاول يتكلم ومحدش سمعه، ومر بكل مراحل الغسل والتكفين والدفن، وهو عمال يقول لهم انه عايش ومش سامعينه برضه، لحد ما اتقفل عليه القبر وطلعت منه قوت كبيرة ومسكت جثته ورفعتها لفوق ورجعت رميتها على الأرض جامد، وطلبت منه انه يصلي لربنا. فصحي داود من التعب والألم الشديد، وصحى على صرخة عالية جدا. سكان البيت جم مخضوضين عليه، بس محدش كان عارف هو ماله، ومن التعب قرر ان هو ينام مرة تانية، حلم تاني، وده الأغرب والأوضح، وهو إنه كان ماشي ولقى قدامه حفرة كبيرة وعميقة، لقي فيها أبوه، بس كان شكله غريب جدا وبيطلب منه إنه يبعد عن الطريق ده، وبيقوله إن آخرته هلاك وكفر بالله، وإن كل خطوة عملها هو ندمان عليها، ونفسه الدنيا ترجع بيه تاني عشان يعبد ربنا ويصلي ويتوب ويبعد عن كل أعمال السحر. وصحي داود من النوم وهنا اتأكد إن دي رسالة واضحة جدا، فقرر إن هو يتوب. وعلى فكرة وانا بصور الفيديو ده حاليا في حتت في الفيديو بتخلي جسمه كله يقشعر. اول ما قرر ان هو يتوب، اول حاجة عملها للجن والشياطين اللي معاه ان هم يسحبوا القوة اللي معاه، فما بقاش قادر ان هو يمشي، وقرر ان هو يكمل في طريق التوبة، وقرر ان هو مش هيرجع للي هو كان فيه ده تاني، وبقى بيتوضى ويصلي لأول مرة وضوء صحيح وصلاة صحيحة. رفض داود كل محاولات الجن والشياطين ان هم يرجعوه تاني، لدرجة ان هم قرروا ان هم يأذوه في ولاده ومراته. وولاده الاتنين في مرة هم قاعدين مع بعض كلهم جالهم انتفاخ شديد جدا في بطنهم وماتوا من غير اي سبب، ولا حد عارف ايه اللي حصل. وبعد كام سنة مراته ماتت بسبب مرض ملوش علاج، وماتت بعدها على طول. وداود فضل ثابت وقرر ان هو هيكمل في توبته ومستحيل يرجع للي هو كان فيه ده من تاني.